اهلا بيكم طلاب الثانويه العامه في كل مكان. معاكم مستر محمد الصاوي. النهارده هنتكلم على الفيوتشر فورمز، يعني اشكال المستقبل. المستقبل عندنا بيتكون من انواع كتير وليه كذا شكل. عندنا مثلا الفيوتشر سيمبل، المستقبل البسيط، وعندنا كمان فيوتشر كونتينوس، المستقبل المستمر، وكمان عندنا فيوتشر بيرفكت، المستقبل التام، وعندي فيوتشر بجونج تو، وعندي انواع كتير من المستقبل. تعالوا مع بعض، يلا بينا نروح بقى ونشوف انواع المستقبل بتفاصيلها وكل نوع واستخداماته. يلا بينا. وتعالوا نبدأ مع بعض بالنوع الأول من المستقبل، وهو الفيوتشر سيمبل، المستقبل البسيط. المستقبل البسيط بيتكون من will plus infinitive، will plus infinitive، will زائد المصدر، والاختصار بتاع will apostrophe ll، اختصار will apostrophe ll. ده بالنسبة للتكوين. ما ننساش بقى ان النيجاتيف فورم او شكل النفي في المستقبل هو won't، اللي هو will not اللي اختصارها won't، زي ما انت شايف كده won apostrophe t plus infinitive. يبقى future simple ببساطة will plus infinitive التكوين بتاعه، والنيجاتيف فورم النفي، شكل النفي بتاعه won't plus infinitive. تعالوا بقى نشوف مع بعض يا ترى الفيوتشر سيمبل ده بيعبر عن ايه. بيقول لي اول استخدام للفيوتشر سيمبل بيعبر عن حاجه اسمها future facts، يعني حقائق في المستقبل، حقيقه في المستقبل. يعني ايه حقيقه في المستقبل؟ تعالوا نشوف مع بعض مثال، ومن خلال المثال نفهم يعني ايه حقيقه في المستقبل. بيقول لي my father will be 50 years old next year، يعني والدي هيكون عنده 50 سنة السنة الجاية. سنه أو العمر ده هيبقى السنة الجاية هيحصل، بس دي هتعتبر حقيقة. ليه؟ لأنه لما تيجي السنة الجاية هيكون سنه وصل 50، فدي هتعتبر future fact أو حقيقة في المستقبل. يبقى لما يجي يقول لي سن حد في السنة الجاية يبقى كذا، يبقى هنستخدم will plus infinitive عشان هنا بنعبر عن future facts. الاستخدام التاني بقى هو حاجة اسمها predictions without evidence، يعني تنبؤات بدون دليل. لما اجي اتنبأ بحاجة هتحصل في المستقبل ومفيش اي دليل على كلامي، مفيش اي سبب مقنع او دليل ان الحاجة دي هتحصل، بستخدم will plus infinitive. تعال نشوف مثال مع بعض. بيقول لي robots will help doctors and nurses in the future. بيقول لي الروبوتس اللي هو الانسان الآلي يعني هيساعد الدكاترة والممرضات في المستقبل. هنا بتا واحد بيتنبأ فين؟ في المستقبل، ومفيش على اي كلامه اي دليل او سبب مقنع ان ممكن ده يحصل. تمام. تعال نشوف مع بعض بقى الاستخدام الثالث للفيوتشر سيمبل. بعد كده عندي حاجة اسمها quick decisions، يعني قرارات سريعة. يعني ايه قرار سريع؟ طبعا بص المثال ده، بيقول لي the phone is ringing، التليفون بيرن. I will answer، أنا هرد. يبقى لما التليفون يرن وأنت تقول أنا هرد، فأنت خدت قرار سريع إنك ترد من غير ما تفكر. يعني مثلا الباب بيخبط، أنا هفتح الباب. لقيت مثلا الدنيا برد والشباك مفتوح، فأنت خدت قرار إيه؟ طب أنا هقفل الشباك. كل ده هتقول I will close the window. فكل دي اسمها قرارات سريعة، بتاخد قرار without thinking، بدون تفكير، انك تنفذ حاجة بسرعة. بعد كده عندنا نمبر 4، عندي بيقول لي كمان ايه offers and requests، يعني العروض والطلبات. لما اجي اعمل عرض او اطلب من حد طلب بستخدم برضو will plus infinitive. تعال نشوف مثال مع بعض. بيقول لي those bags look heavy، الشنط دي تبدو ثقيلة. I will carry them for you، أنا هشيلهم علشانك. يعني هنا أنا بعرض على حد عرض إن أنا أساعده في إنه يشيل عنه الشنط، عشان كده استخدمت مين؟ I will carry. تمام. بعد كده requests، الطلبات. لما أجي أطلب من حد طلب برضو ممكن استخدم will، زي المثال كده will you make me a cup of tea please، ممكن تعملي كوباية شاي لو سمحت من فضلك. ده هنا بعمل إيه؟ أنا بطلب. يبقى في الأوفرز، في العروض، ولما اجي requests طلبات بستخدم برضو will plus infinitive. بعد كده عندنا
promises الوعود. لما اجي اوعد حد بشيء بستخدم برضو will plus infinitive. تعال نشوف مثال. if you get the full mark، لو انت جبت الدرجة النهائية I will give you a present، انا هدي لك هدية. يبقى هنا استخدمنا ايه؟ will give you a present، هجيب لك هدية، انا بوعده ان هجيب له هدية، عشان كده استخدمت will plus infinitive الفيوتشر سيمبل برضو. بعد كده كمان عندنا threats يعني تهديدات. لما تيجي تهدد حد بتستخدم برضو future simple. تعال نشوف مثال. I will punish you، أنا هعاقبك if you make this mistake again، لو عملت الخطأ ده تاني. هعاقبك لو عملت الخطأ ده تاني. ده بعمل ايه هنا؟ بهدد. threats تهديدات. يبقى في البروميسز والthreats تهديدات والوعود. بعد كده عندنا ايه تاني بقى؟ بيقول لي خلي بالك ان في كلمات بتستخدم مع الفيوتشر سيمبل، كلمات بتستخدم مع المستقبل بسيط. زي ايه؟ عندي مثلا expect اللي معناها يتوقع. عندي كمان predict يتنبأ. عندي I'm sure انا متأكد. I think اعتقد. I believe اعتقد. عندنا كمان probably معناها من المحتمل. perhaps معناها ربما. maybe برضو ربما. hope معناها يأمل. promise معناها يوعد. كل الكلمات دي بتستخدم مع الفيوتشر سيمبل. يعني ايه؟ يعني اول ما اشوف كلمات من الكلمات دي بستخدم فيوتشر سيمبل اللي هو will plus infinitive. تعال نشوف مثال مع بعض. I expect انا بتوقع our team will win the next match. I expect our team will win the next match. انا بتوقع ان فريقي هيكسب، او فريقنا هيكسب ايه؟ هيفوز بالمباراة القادمة. هنا بتنبأ بكلمة expect، بقول بتنبأ، فبالتالي هستخدم will plus infinitive. تعال نشوف مثال كمان. There is a new film tonight. في فيلم جديد الليلة. I'm sure you will enjoy it. أنا بتنبأ أو أنا متأكد إنك هتستمتع بيه. أنا هنا برضو بتنبأ، يعتبر بتنبأ بدون دليل. فلما أشوف كلمة I'm sure هستخدم على طول الفيوتشر سيمبل. تعالوا بعد كده نشوف إيه مع بعض. بيقول لي بقى إيه؟ بيقول لي في عندنا الروابط الزمنية كلها بيجي بعديها will ومصدر في الجملة التانية في حالة وجود زمن المضارع البسيط أو المضارع التام في الجملة الأولى. طب تعال نشوف مع بعض بشكل أوضح. قال لي مثلا عندنا أداة الربط after أو as soon as أو once أو كمان when و if. كل الروابط دي لما تبقى موجودة عندنا في الجملة بيجي بعدها إيه؟ قال لي ممكن استخدم present simple المضارع البسيط اللي هفكرك بيه على السريع كده. الفيرب ضيف له اسم مع المفرد واخليه في الانفينيتيف في المصدر مع الجمع وبقية الضماير. او present perfect المضارع ايه التام اللي هو have وhas past participle. بفكرك تاني، لما الاقي اداة ربط زمنية زي الروابط اللي قدامك دي بالظبط بعديها present simple او present perfect، الناحية التانية بنعمل ايه؟ بنستخدم will plus infinitive. يبقى اي اداة ربط زمنية بعديها present سواء simple او perfect، الناحية التانية will plus infinitive. والمعلومة دي مهمة جدا 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 بجد في امتحانات ثانوية عامة كتير، اخرها 2021 و2022 كمان. وتعالوا نشوف مثال مع بعض. when I finish my studies، بص خد بالك when اداة ربط when بعديها finish present simple اهو. الناحية التانية بقى يقولوا ايه؟ I will go and live abroad. لما اخلص دراستي انا اسافر واعيش بره. يبقى هنا present simple بعد when وبعد كده الناحية التانية will plus infinitive. تعال نشوف مثال كمان. after she has finished her degree، بعد ما خلصت دراستها يعني او الايه الدرجة العلمية اللي بتدرسها she will get a job as a lawyer، هي هتحصل وظيفة كمحامية. يبقى هنا الجملة الأولى لاحظنا ايه؟ ان after هنا بعديها has finished مضارع تام، وان الجملة التانية will get will plus infinitive will المصدر. يبقى خلاص الموضوع ده ايه؟ لما الاقي أداة ربط زمنية زي الأداة الربط اللي قدامك after as soon as once when if ممكن كمان until اللي بتيجي في نفس الجملة بيجي بعديهم present simple أو present perfect، الناحية التانية will plus infinitive. تعالوا بعد كده بقى ايه نشوف النوع التاني من الفيوتشر وهو المستقبل ب going to. المستقبل ب going to. تعالوا نشوف مع بعض بيكون ايه بقى. قال لي بيكون am
أو is أو are plus going to plus ايه plus infinitive. يبقى am is are going to plus infinitive. ده النوع التاني من انواع الايه المستقبل معانا. طيب تعال نشوف مع بعض بقى بيعبر عن ايه النوع التاني من انواع الفيوتشر. قال لي بيعبر عن ايه بقى؟ بيعبر عن predictions with evidence، تنبؤات بدليل. تنبؤات بدليل. تعال نشوف مثال مع بعض. There are clouds in the sky. There are clouds in the sky. في سحب في السماء. It's going to rain. الدنيا هتمطر. طب هنا بقى انا بتنبأ الدنيا هتمطر او هتشتي بناء على ايه؟ ان في clouds in the sky. فبالتالي طالما عندك دليل او سبب لمبني بتبني عليه تنبؤك بعتبره دليل، وبالتالي بستخدم am is are going to زائد المصدر. يبقى انا اول استخدام ل going to زائد المصدر لما اجي اتنبأ بس يكون عندي دليل، او ابسطها لك اكتر عندي سبب على تنبؤي بنيت عليه التنبؤ. ما بتنبأش بدون دليل زي ايه؟ زي ولو مصدر. تمام كده؟ طيب تعال نشوف بقى الاستخدام الثاني ل going to. بيقول لي يعبر عن كمان حاجه اسمها plans يعني خطط، intentions نوايا، وديسيجنز قرارات. يبقى خطه plan intention نيه decisions قرارات. مش فاهم الكلام ده يعني ايه؟ هنا بقى عشان ما صعباش عليك من الاخر كده في الامتحان بيبقى مطلوب مني ايه؟ بيديني مثال زي ده كده. بص بيقول ايه؟ I نقط to الأقصر next week. انا نقط الأقصر الايه؟ الاسبوع الجاي. ويكتب لي بعديها يقول لي ايه؟ I have decided انا قررت. خد بالك من كلمة decide. او يقول لي I have intended انا نويت. او يقول لي I have planned انا خططت. خد بالك decide يقرر، intend ينوي، او plan يخطط. طيب جميل. او ممكن يقول لي كمان that's my plan دي خطتي، that's my intention دي نيتي، that's my decision ده قراري. يبقى اول ما اشوف كلمة decide او intend او plan او النون او منهم هستخدم اوتوماتيك على طول ايه؟ am is are going to plus infinitive. يعني هقول ايه؟ I'm going to travel. I'm going to travel. انا هسافر الاسبوع الجاي. استخدمت ليه am going to هنا وراها travel مصدر؟ قال لي لما الاقي كلمات زي decide او intend او plan. هنا في النقطة دي مفيش اوضح من كده. هيديك كلمة السر decide او intend او plan، هتديله ايه؟ going to plus infinitive. am with are going to plus infinitive. وتعالوا مع بعض نروح للنوع الثالث من انواع الفيوتشر. النوع الثالث هو البريزنت كونتينوس، المضارع المستمر. فاكر المضارع المستمر اللي هو كان بيتكون من am with are verb plus ing؟ ايوه هو ده. ده الاستخدام تاني بقى في الفيوتشر في المستقبل. بيعبر عن ايه يا ترى؟ قال لي ده بيعبر بقى عن ايه؟ عن حدث مستقبلي تم الترتيب له. يعني ايه؟ انا لما اكون مرتب لحدث في المستقبل بستخدم am is are verb plus ing اللي هو المضارع المستمر. برضو مش فاهم يعني ايه حدث مرتب له. يعني هديك مثال بسيط كده عشان ابسط لك الموضوع. يعني مثلا حضرتك لو مسافر وحاجز تذكرة الطيارة، تمام، او مسافر بالقطر مثلا وحجزت تذكرة القطر، وكده انت بالنسبة لي انت مرتب للحدث ده. تعال نشوف مع بعض بقى ايه ازاي بيجي الامتحان في الجزئية دي. هيديني في الامتحان يا اما الفيرب arrange يعني يقول لي I have arranged انا رتبت، او هتلاقي كلمة arrangements ترتيبات، او هتلاقي مثلا كلمة تيكت تذكرة. فكل دي دلالات لان انك رتبت الحدث بتاعك. يا اما تلاقي فيرب arrange، يا اما تلاقي كلمة arrangements اللي هي ترتيبات، او تلاقي تيكت برضو تفهم من كلمة تيكت اللي انت خلاص حجزت، فبالتالي انت رتبت الحدث ده. تعال نشوف مع بعض المثال ده. بيقول لي I not travel next week we have got the tickets احنا معانا تذاكر. يبقى هنا كلمة تيكت اللي في اخر الجملة دي بتقول لي ان انا رتبت، وطالما رتبت يبقى عملت arrangements ترتيبات، يبقى بالتالي هستخدم ال present continuous. يعني هقول ايه؟ I am traveling. بص I am traveling am is are واحط الفيرب travel ing، يبقى انا استخدمت present continuous عشان اعبر عن الترتيبات. يبقى present continuous بيعبر عن ايه؟ عن الارrangements او الترتيبات. وهتلاقي كلمة arranged او ممكن تلاقي كلمة ticket كمان عشان تقول لك احنا رتبنا او استعدنا الحدث ده. تعال نشوف كمان مثال تاني مع بعض. بيقول لي we not meet on Monday morning we have arranged
برضو اداني كلمة ايه؟ arranged، رتبت. طالما رتبت يبقى اوتوماتيك هستخدم are meeting ليه؟ مضارع مستمر عشان اداني كلمة arranged. وتعالوا مع بعض نروح للنوع الرابع من انواع الفيوتشر، وهو ايه؟ البريزنت سامبل، المضارع البسيط. المضارع البسيط للمرة التانية بيذكر في الفيديو ده ايه؟ هفكرك بالتكوين تاني. كنا بنضيف الفيرب اس مع هي شي ات واي اس مفرد، والجمع وباقي الضمائر معانا الفيرب في الانفينيتيف. طب يا ترى البريزنت سامبل ده ايه اللي دخله في الفيوتشر في المستقبل؟ قال لي يمكن استخدام او بنستخدم البريزنت سامبل عشان يعبر عن ايه؟ بيعبر عن المواعيد الثابته او اي ميعاد طبقا لجدول زمني ثابت. يعني ايه؟ يعني مثلا عندك مواعيد القطارات ومواعيد الامتحانات ومواعيد المباريات، اي ميعاد تم تحديده وفق جدول زمني ثابت بنستخدم له البريزنت سامبل. طب تعال نشوف امثله كتير مع بعض عشان نثبت المعلومه. تعال نشوف المثال الاولاني ده بيقول ايه؟ The final exam starts on 10th June. بيقول لي ايه؟ الامتحان النهائي هيبدا يوم 10 يونيو. starts، يبقى الامتحان هيبدا يوم 10 يونيو. ده ايه؟ ده ميعاد ثابت، يعني ده جدول نزل، جدول امتحان الثانويه العامه نزل، فبالتالي الجدول ده متحدد مسبقا. في اي ميعاد محدد مسبقا بستخدم بريزنت سيمبل. لاحظ بقى استخدام ايه؟ الفيرب ستارت، حطيت له ايه في الاخر؟ اس ستارتس، عشان الاكزام بتاعي الامتحان مفرد، فبالتالي استخدمت البريزنت سيمبل فحطيت اس الفيرب ستارتس. تعال نشوف مثال كمان. بيقول لي the film starts at 9. الفيلم يبدا الساعه 9، ده ميعاد الفيلم في السينما، ميعاد ثابت محدد مسبقا، برضو استخدمت البريزنت سيمبل زي ما انت ملاحظ كده. بعد كده عندنا مثال كمان. the train leaves at 6 o'clock tomorrow. القطر هيغادر الساعه 6 بكره. ده برضو ميعاد القطار، فمواعيد ثابته متحدده قبليها بفتره وفق جدول زمني ثابت. عندنا كمان مثال اخير. the plane takes off at 7 p.m. الطياره هتقلع الساعه 7 مساء. ده برضو ميعاد ثابت. يبقى البريزنت سيمبل مواعيد ثابته وفقا لجداول زمنيه مسبقه. وتعالوا نروح مع بعض للنوع الخامس من انواع الفيوتشر. عندنا النوع الخامس بقى ايه؟ فيوتشر كونتينوس. فيوتشر كونتينوس يعني مستقبل مستمر. مستقبل ايه؟ مستقبل مستمر. طب تعال نشوف مستقبل مستمر ده بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من ويل بي بلس فيرب ايه؟ بضيف له اي ان جي. يبقى مستقبل مستمر ويل بي والفيرب نضيف له اي ان جي. تعالوا نشوف مع بعض كده استخدامات الفيوتشر كونتينوس. بيقول لي المستقبل المستمر ده بيعبر عن حدث هيكون مستمر في وقت محدد في المستقبل. مستمر في وقت محدد في المستقبل ازاي؟ مش فاهم. تعال نشوف المثال ده ونخلي المثال نشرح عليه. بيقول لي from 7 to 9 p.m. يعني من ايه؟ من الساعة 7 لحد الساعة 9 tomorrow مثلا، يعني بكرة من 7 ل 9 كده I will be playing tennis. هكون بلعب تنس. يعني في الفترة ما بين 7 لحد 9 في المستقبل I will be playing tennis. هكون بلعب في الفترة دي. الحدث بتاعي هيكون ايه؟ مستمر. تمام؟ تعال نشوف مثال كمان عشان نوضح اكتر. بيقول لي this time next week يعني الاسبوع الجاي زي دلوقتي كده I will be traveling to Cairo. I will be traveling to Cairo يعني الحدث هكون مسافر فين؟ الاسبوع الجاي بس زي اللحظة دلوقتي، زي دلوقتي انا بكلمك اهو. فالحدث ده هيكون مستمر في اللحظة دي بس الاسبوع الجاي في المستقبل. تعال نشوف كمان مثال تاني. بيقول لي ايه؟ don't phone me at 12 tonight يعني ما تتصلش بيا الساعة 12 بالليل. يعني النهاردة مثلا تتصلش بيا الساعة 12 بالليل. ليه؟ I'll be sleeping. هكون نايم. يبقى النهاردة بالليل في المستقبل يعني لسه ما جاش بالليل ده الساعة 12 ما تتصلش بيا. ليه؟ I will be sleeping. هكون نايم. الحدث هيكون ايه؟ مستمر بس في نقطة زمنية الساعة 12. الحدث هيكون ايه؟ في النقطة دي هيكون مستمر في المستقبل. ده بالنسبة للفيوتشر كونتينوس. ولسه مكملين في الفيوتشر كونتينوس. وبيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي خلي بالك ممكن استخدم may بدلا من will. بستخدم ايه؟ may بدلا من will لما تكون الاحداث غير مؤكدة في الايه؟ في المستقبل. تعال نشوف ازاي. قال لي ممكن اقول ايه؟ بدل ما اقول will be ing future continuous استخدم may be ing. اقول may be ing.
امتى؟ لما يكون في عدم تأكد في المستقبل. تعال نشوف برضو مثال عشان نوضح اكتر. بيقول لي I can't visit you، مش هقدر ازورك، because I may be doing my homework this evening، عشان احتمال اكون بعمل homework بالليل. يبقى هنا ايه؟ استخدم may بدلا من will عشان الاحتمال بتاعي مش اكيد او في غير مؤكد الحدوث، احتمال ضعيف. يبقى future continuous will be ing، ويجوز استخدام may be ing في حالة عدم التأكد. عشان كده ايه؟ I'm not sure، مش متأكد. قبل ما نخلص النوع الخامس من future اللي هو future continuous بتاعنا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك بقى، فاكر الافعال اللي ما كانتش بتيجي في الاستمرار؟ افعال الحواس والادراك والشعور، وزي ما انت ايه، زي ما قلنا في معظم فيديوهاتنا اللي فيها ازمنه مستمره قبل كده، قال لي خلي بالك ما ينفعش نستخدم الفيوتشر كونتينوس المستقبل المستمر مع الافعال اللي ايه لا تاتي في الازمنه المستمره، زي ما قلنا من شويه، افعال الحواس، ادراك، فهم، شعور، زي سي ولايك، فيرب تو بي، وافعال كتيره راجعهم في الفيديوهات السابقه، هتلاقيني ذكرتهم اكتر من مره. تعال نشوف مثال مع بعض. بيقول ايه؟ after I study، بعد ما هذاكر، I will know all the answers for the test، بعد ما هذاكر هعرف كل الاجابات بتاعت الامتحان. بعد ما اذاكر هعرف كل الاجابات بتاعت الامتحان. لاحظت هنا ايه؟ شايف will know دي؟ will know will know، ليه ما قلتش will be knowing مثلا؟ قال لي لا، خلي بالك الفيرب know من الافعال التي لا تاتي في الازمنه المستمر. يبقى نخلي بالنا افعال ما تجيش في الاستمرار ما ينفعش نستخدمها في زمن الفيوتشر كونتينوس. وتعالوا نروح مع بعض النوع السادس والاخير من ازمنه المستقبل معانا. النوع السادس بقى هو الفيوتشر بيرفكت، المستقبل التام. فيوتشر بيرفكت يعني مستقبل تام. طب اول حاجه نشوف التكوين بتاعه، وبعد كده نشوف هو بيعبر عن ايه، بيستخدم في ايه بالظبط. قال لي مستقبل تام بيكون من will have والفيرب في الباست بارتيسيبل، التصريف الثالث الفيرب، يبقى will have بلس بي بي، يعني will have تصريف ثالث، ده الفيوتشر بيرفكت. تكوين المستقبل التام will have past participle. تعال نشوف مع بعض ايه بيعبر عن ايه. قال لي المستقبل التام ده بيستخدم عشان يعبر عن حدث هيكون حدث قبل وقت معين في المستقبل. طبعا ما فهمتش حاجه، تمام، ولا انا كمان. عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. تعال نشوف مع بعض بالمثال المستقبل التام بيستخدم عشان يعبر عن ايه. بص المثال ده كده بيقول لي ايه؟ باي 2050. معناها ايه دي بقى؟ معناها بحلول عام 2050. يعني ايه برضو؟ يعني ان شاء الله لما تيجي 2050، لما تيجي سنه 2050 ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي the government will have built many schools. هتكون ايه الحكومه عملت ايه؟ هتكون بنت مدارس كتير. طب برضو مش فاهم. قال لك ركز بقى معايا بقى عشان افهمك بالتفصيل. قال لي الحكومه هتكون انتهت من بناء المدارس قبل ما تيجي 2050. يعني ان شاء الله اول يوم في 2050 هيكون تم الانتهاء من بناء المدارس. يعني الحكومه هتكون ايه؟ تمت بناء المدارس قبل حلول عام 2050. يبقى ببساطه كده المستقبل التام تاني بيعبر عن حدث هيكون تم الانتهاء منه قبل نقطه زمنيه في المستقبل، زي هنا 2050 هيكون الحكومه بنت المدارس خلاص قبل ما تيجي 2050، فبحلول عام 2050 هيكون المدارس تم بنائها. تعال نشوف مع بعض ايه الكلمات اللي ايه ممكن نشوفها في الامتحان عشان تعبر عن future perfect. قال لي باي، طبعا رقم واحد يا جماعه اهم كلمه في كلمات الفيوتشر بيرفكت هي باي. باي زائد سنه في المستقبل، باي زائد سنه في المستقبل. او ممكن اقول باي tomorrow morning، او باي next October، او باي next Monday، او باي tomorrow evening، باي next year، باي this time next week. يبقى باي هي المفتاح وبعديها اي نقطه زمنيه في المستقبل سواء سنه او زي ما انت شايف الامثله دي tomorrow evening، tomorrow morning، next year، when this time next week، وهكذا. يبقى مستقبل تام كلمه السر بتاعته باي ونقطه زمنيه في المستقبل. وبكده يبقى خلصنا future perfect. طب هروح معايا مع بعض دلوقتي بقى، مش خلصنا كده؟ قال لي لا لسه، ما تنساش الباسيف المبني المجهول في ازمنه الفيوتشر، ونروح مع بعض للمبني المجهول في ازمنه الفيوتشر كلها.
فيوتشر باسيف يعني ايه؟ يعني قال لي مثلا عندنا will بلس انفينيتيف، ده الفيوتشر سيمبل اللي خدناه في اول حاجه اول فيديو. تمام. قال لي ده الاكتف بتاعنا. طب لما عاوز احوله باسيف قال لي هتعمل ايه؟ هتقول لي يبقى will be past participle، يبقى اكتف will ومصدر، لما اجي احولها باسيف تبقى will be past participle. بعد كده تعال نشوف مثال مع بعض الاول. بيقول لي ايه؟ mom will make a cake tomorrow، هتعمل كيك بكره مام. طب تمام، الجمله دي اسمها دي اكتف مبني المعلوم زي ما اتعودنا مع بعض قبل كده. تعال نحولها باسيف. هنبدا بايه؟ هنبدا ب a cake will be made by mom tomorrow، الكيكه هتتعمل عن طريق مام ايه بكره. يبقى will ومصدر، لما اجي احولها باسيف هتبقى will be past participle. تعال نشوف كمان معانا am و is و are going to زائد المصدر، النوع التاني من الفيوتشر اللي خدناه. لما اجي احول باسيف هيبقى ايه؟ هيبقى am و is و are going to، بس احط be plus past participle. يبقى am is are going to مصدر، لما اجي احولها لباسيف تبقى am is are going to be plus past participle. تعال نشوف مثال مع بعض. بيقول لي ايه؟ the mechanic is going to repair my car، الميكانيكي هيصلح العربيه بتاعتي. is going to repair ده اكتف جمله مبني المعلوم. طب لما تيجي نحولها مع بعض الباسيف بيقول ايه؟ my car is going to be repaired by the mechanic، يعني عربيتي هيتم اصلاحها عن طريق الميكانيكي فين؟ في المستقبل. يبقى is going to مصدر، يبقى هتتحول is going to be plus past participle. تعالوا نشوف مع بعض اخر نوع من انواع الفيوتشر اللي هي will have past participle، اللي هو المستقبل التام. لما نيجي نحول الباسيف هيبقى ايه؟ will have been plus past participle. will have been plus past participle ده الباسيف فين؟ في الفيوتشر بيرفكت. كل حكايه هنجيب كلمه been ما بين have و past participle. تعال نشوف ايه مثال مع بعض. the government will have built many schools by 2050، الحكومه هتبني مدارس بحلول عام 2020. لما نحولها للباسيف هنبدا بالاوبجكت بتاعنا المفعول، نقول مدارس كتيره many schools will have been built هتكون اتبنت by the government by 2050 بحلول عام 2050 هيكون تم الانتهاء من المدارس. ودي كانت اخر حاجه معانا في فيديو النهارده. زي ما عودتكم فيديوهاتنا قصيره وبتجيب من الاخر وملخصين الدنيا، وبكده خلصنا كل انواع الفيوتشر باكتف وباسيف. وما تنساش دعمك للقناه، وحاول ويا ريت تعمل لايك لو عجبك الفيديوهات بتاعتنا، وسبسكرايب وشير عشان تفيد زمايلك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.